السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الارت بلوك. اشمعنى يعني الارت بلوك؟ بصراحه انا لقيت كل واحد عنده قناه يوتيوب عامل فيديو عن الارت بلوك، فحسيت ان ايه حاجه اساسيه كده لازم تتعمل عند كل واحد. قلت يعني اشمعنى انا؟ الارت بلوك انك تحس انك مش قادر ترسم اي حاجه، مش قادر يعني مش عارف، او عندك يعني شويه كسل ونفسك مقفوله والكلام دوت. هو انا يعني بسميه ان هو بتبقى حاله جمود كده. يعني في كده الحالتين انت ممكن تكون بترسم لنفسك مثلا وبتحب الرسم، ترسم لشخصك يعني، او بترسم لشغل وبتاخد عليه فلوس. يمكن انا هنا مركز اكتر على الرسم للشغل او الرسم العملي، لكن على كل حال الكلام دوت يمشي في كل الحالات. احنا كناس شغالين بروفيشنال يعني ما ينفعش انك تاخر الشغل، والا هتبقى ببساطه كده يعني مش محترف. تخيل نفسك بتقول للعميل انا عندي ارت بلوك. فعايزين بقى نبتعد عن حته مش قادر ارسم ديت على الاقل، ونكسر الجمود دوت. طبعا الناس بتفضل تشغل الناس الملتزمه بمواعيد تسليمها عن الناس اللي فنانه بقى وعبقريه لكنه عشوائي ومش بيقدر يلتزم بالوقت بتاعه. يعني فكر فيها كده، ايه فائده انه فنان وعبقري لكن في نفس الوقت يعني ما بيعملش الشغل اللي مطلوب منه في الوقت اللي مطلوب منه؟ يعني حاجتين بيعملوا موضوع التاخير دوت: التسويف والارت بلوك. الاثنين تحسهم كده مع بعض زي التوأم الشرير، بيجوا مع بعض الاثنين. بس خلينا النهارده نتكلم عن الارت بلوك ونعرف ازاي نتفاداه بقى، نلف وراه، نحاول ان احنا نتصرف فيه. في حاجات كتير قوي ممكن تجيب لك الارت بلوك كتير، زي احساسك بالارهاق مثلا، وانك مفيش تحفيز، او فقدان الثقه بنفسك، او احساس انك يعني انت اصغر من ان انت تعمل دوت. خصوصا بقى ايه اليومين دولت ان احنا بنشوف شغل الناس على الانستجرام بقى، يعني لو قمه الاحباط كله. تبا للانستجرام يا اخي، تبا للانستجرام يا اخي. ده غير بقى ان الدنيا بتختلف من شخص للتاني، كل واحد له سكته وطريقته في التعامل مع الحياه. انا باي حال من الاحوال مش خبير بقى في التحفيز واللايف كوتشنج، لكن اللي انا بقوله دوت عن تجربتي انا الشخصيه. ده تجربتي الشخصيه والحاجات اللي نفعت معايا، فجرب منهم يعني اللي يظبط معاك. ملحوظه بس، الحاجات دي مش دايما بعملها، اوقات بعملها واوقات لا، حسب يعني الحاله النفسيه والدماغ. ولو عملتها ممكن مش بعملها بالشكل المثالي اللي انا بحكيه حالا. فحاول تاخد الموضوع بقى كاجوال كده وما تعقدش الدنيا. ابدا بسيط ومنظم، ابدا بسيط ومنظم. انا كاسلام يعني شخص غير منظم بالمره. تدخل عندي يعني تلاقي كوبايات في كل حته، ازاز ميه، حاجات كده مكركبه، في شراب على المكتب حالا. لكن وعن تجربه ان ترتيب المكان اللي انت قاعد فيه، يعني الاوضه او المكتب اللي انت قاعد فيه، حتى لو يعني ترويشه بسيطه كده، ليها عامل كبير قوي 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 في ترتيب وتنظيم افكارك. هي يمكن يعني حاجه بسيطه بس لا، فعليا بتفرق. عشان كده دايما لما الدنيا بتقفل معايا واحس ان الشغل عندي مكركب كده، ببدا بابسط حاجه ومش محتاجه تفكير، اروق المكان اللي انا شغال فيه. يعني اشيل الكوبايات المرميه كده في كل حته، امسح الشاشه بتاعت السنتيك اللي انا برسم عليه، الاجنده والقلم بقى اللي كانوا مرميين بقى لهم اسبوعين احطهم في جنب، العاب العيال طبعا والشراب طبعا. يمكن شكلها نصيحه يعني مبالغ فيها شويتين، لكن دي نقطه نظام مهمه جدا جدا جدا. نقطه تبسيط بقى، من اكبر الاخطاء ان انت تبدا بتفكيرك في النتيجه النهائيه بالتفصيل. فكر مثلا انك هترسم بقى تنانين وديناصورات وحصان بيتنطط على حبل وحاجات زي كده. التفاصيل ديت هتعقد لك الدنيا اكتر. كل ده مراحل من التعقيد بتزود من الموضوع بتاع الجمود دوت، مش بتفكه. فنحاول نبدا بحاجه بسيطه، حاجه كده يعني نسخن بيها وبعد كده ننطلق. مش شرط ابدا انك تبدا ترسم اللي مطلوب منك، بل بالعكس يفضل يعني ان انت تسخن كده برسم تاني، حاجه كده ما فيهاش ضغط الشغل بقى والديدلاين وطلب الزبون والعميل والكلام دوت. ما تفكرش كتير، يعني اكسر السكتش بوك بقى ووسخ الورقه. لو انت زي مدمن كل شويه تشتري اقلام والوان وسكتشات وحاجات زي كده، واي حاجه تفكرك ان انت بتحب الرسم، فاكيد هيبقى اكبر مشكله معاك زي برضك ان الحاجه دي بتبقى شكلها حلو كده وهي مقفله بالكيسه بتاعتها وشكلها جميل. نصيحتي ليك بقى يا معلم، وسخ السكتش دوت، شخبط فيه. مش لازم ترسم، اعتبره يعني دفتر على جنب كده مرمي محطوط للشخبطه وخلاص. بلاش سكتش اصلا يا اخي، يعني جنبك اي ورق رخيص واشتغل عليه. حاجه كده يعني لو خربت منك ورميتها في الاخر مش هتزعل عليها. يعني الخلاصه ما تفكرش كتير وابدا باللي قدامك. ابدا بشويه تخطيط لنفسك، يعني رسم كده ما توريهوش لاي حد، انت بس اللي تشوف. رسم يعني انا بقول عليه تفكر بيه، حاجه كده انت بتفكر بيها، احساس انك قاعد بقى في درس الفيزياء كده بتشخبط على طرف الكراسه. اسرق بس ما تقلدش. خلونا نتفق ان مفيش حاجه اسمها ابداع شيء من لا شيء، يعني حاجه من الهوا كده. اي عمل فني هو نتاج لخبرات وتفكير ورؤيه متراكمه على مدار سنين، يعني اللي بتنعكس من خلال شخصيه الفنان دوت. حلوه بتنعكس دي، عارف، تحس كده ان في كلام عميق بيتقال. ناخد بالنا بقى ان شخصيتك دي مش حاجه ينفع تفكر فيها. يعني لو حد شخصيته فريحي دايما، هو مش هيعرف هيتعامل ازاي لما يكون في عزا غير لما يتحط في الموقف دوت. لازم يتحط في الموقف ده الاول عشان يعرف. عشان كده الحيره في بدايه الشغل ده يعني شيء طبيعي جدا، واحباط بقى انك مش عارف الشكل النهائي بالتفصيل، هو ده اصلا اصل الشغل.
يعني انت بيكون عندك تصور مبدئي عام وبتبدا تبني عليه واحده واحده. المود بورد او الريفرنس او اي شيء بتستوحي منه شغلك هو بيمثل جزء من شغلك، والجزء التاني هو اضافتك الشخصيه بقى انت من خبرتك انت. يعني الموضوع خلطه كده ما بين شغلك والحاجه اللي انت بتستوحي منها شغلك، او الانسبيريشن او الريفرنس. وكل ما انت بقى كبرت فنيا كل ما قل احساس الريفرنس دوت في شغلك وظهر الطابع الشخصي بتاعك انت. يعني حاول دايما يكون الريفرنس هو مجرد نقطه بدايه ليك. فكر مثلا في تصميم العربيات اللي في السوق حاليا، يعني اللي هو يعني انتاج تراكمي لسنين من شغل العربيات، من ايام العربيه اللي بمنافيلا اللي هي اول عربيه اتعملت. لكن مع الوقت بقى والاضافات على التصميم القديم اللي هو القديم جدا دوت، وصلنا للشكل الحالي. تلاقي حاليا المصممين بيخلطوا ما بين شكل العربيه وشكل الحيوانات، والصقر والجاguار والشيتا والاسد، حاجه كده تحس ان انت بتشرب عصير من فرغلي. الخلاصه الريفرنس حاجه تنعنش نفسك بيها وبتديك شويه حماس، لكن برضك ادي مساحه لخبرتك الشخصيه على قد ما تقدر. الاحباط في البدايه ده شيء طبيعي جدا 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 جدا، ما تفكرش كتير ودوس يا معلم. حاول دايما تخليك افعال لاقوال. قسم واكتب، حسيتها كده قسم وسمعني. اللي بيقفلك من الشغل اكبر شيء حجمه، احساس انك مش هتقدر تخلص كل الشغل دوت ايا كان بقى تحريك او رسم. عشان كده دايما بحب اقسم الشغل الكبير دوت لخطوات بسيطه وصغيره ايا كان حجمه. تقسيم الشغل دوت بيساعد جدا جدا جدا، خصوصا في المشاريع الكبيره اللي انت ممكن تشتغل عليها شهر. وكمان بيسهل عليك ان انت تكسر الجمود انك مش عايز ترسم. لو هعمل مثلا رسمه انا عارف ان هعمل تخطيط للرسمه شخبطه كده في الاول، بعد كده هبدا اعمل سكتش اولي، بعد كده هبدا اعمل اوتلاين، وبعد كده هبدا اعمل كلر اللي هو لوكال كلر يعني، بعد كده هبدا ادي شادو، بعد كده هدي الهايلايت، بعد كده هي مراحل وخطوات، وفي الاخر خلاص هبدا اظبط الكلر بتاعي. فهي زي ما قلنا ايه، مراحل وخطوات. ابدا بقى اكتب دوت في ورقه جنبك. انا حالا اللي عملته ان انا قسمت الرسمه الكبيره ديت لحاجات صغيره سهل عليا ان انا اعملها، يعني تخطيط وشخبطه ده اول حاجه هبدا اشتغل بيها. ومش بس كده، ببدا اكتب ملاحظات بتخلي تفكيري اوضح، ان التزم مثلا بارت ستايل معين، فونت معين، هلعب مثلا لو انا هعمل انيميشن هلعب بالسلو موشن او اي حاجه تانية عارف ان انا وانا شغال ممكن انساها. فهيتحول الموضوع بقى بدل ما انا بفكر في حاجات كبيره جدا كده، ان افكر في حاجه واحده بس اخلصها وبعدين انقل اللي بعدها وهكذا. مهم جدا انك تكتب الخطوات ديت عشان تعرف قد ايه الموضوع الكبير دوت هو في الاصل حاجه بسيطه، وعشان كمان تنسى موضوع التركيز في النتيجه النهائيه اللي بتكون اوقات كتير سبب في احباطك. اوقات كتير تقسيم مشروع كبير مثلا عندنا مثلا 10 مشاهد تحريك، فبيخليك تقول لو كل يوم مثلا رسمه هبدا ارسم كل يوم رسمه، وبعدين في الاخر اسيب 4 ايام للتحريك، يبقى المشروع كله هياخد مني متوسط اسبوعين. فتقدر تعمل لنفسك جدول عمل تبدا منه، وفي نفس الوقت بدل ما دماغك هتفكر في المشروع الضخم دوت، لا هو دماغك هتفكر النهارده بس في الرسمه اللي انت هتعملها النهارده. فهتنسى بقى كميه الكراكيب اللي في دماغك، وهتركز في ان انت بتعمل رسمه واحده بس، بدل ما انت بتفكر في مشروع كبير جدا جدا جدا، لا انت حاليا بتفكر في حاجه واحده بس. اتعود دايما تقسم الشغل بتاعك لمراحل وخطوات، عشان على الاقل تعرف انت هتبدا منين، وتخلي بدايتك برضك صغيره قدر الامكان، والباقي هيتدحرج معاك بقى زي كره التلج. احنا ما عندناش كور تلج، فيعني زي بتاع القش بتاعت الكره القش كده اللي في الصحراء دي. اوقات كتير بتحس انك مخنوق كده ومش عارف ليه، يعني اعوذ بالله يا اخي من الهم والغم والحزن يعني. وفي الغالب الموضوع دوت بيكون لاسباب اصغر من ان انت تفكر فيها، زي مثلا وراك مشوار وخايف تنسى ميعاده، قلم ضاع منك ومش لاقي وعمال تدور عليه، حاجات جدا بسيطه يعني، بس بتدربك لك حياتك لما بتتجمع ورا بعضها، وانت اصلا هي عشان صغيره انت مش بتفكر فيها اصلا. الحل هنا بقى ان انت تكتب الحاجات ديت وتقلب الصفحه. انا مش عارف اقول لك قد ايه الورقه والقلم ممكن ترتب لك حياتك. الحاجات الصغيره اللي انت شايلهم في دماغك دولت اللي هم مكركبين لك الدنيا، لما تكتبهم بتحس ان كل حاجه ليها حل. يعني ببساطه تكتب الحاجات دي قبل ما تشتغل، وبعدين تقوم قلب الصفحه عليهم وتكتب انت ناوي تعمل ايه في شغلك. من ضمن الحاجات اللي انا بحب برضك اكتبها اي حاجه انا خايف منها، يعني مثلا انا عندي نقاط ضعف معينه عارف ان هي ممكن تاثر في البروجكت بتاعي، واحاول اشوف طرق حواليها، وده بيخليك يعني عارف قدراتك ونقاط ضعفك اكتر. زي مثلا انا عارف مثلا كمثال ان انا عندي مشاكل مثلا في رسم الايد، فحاول ان انا اشوف ستايل سهل في رسم الايد ما يعقدش الدنيا عليا. او ممكن ابدا بدراسه بسيطه للتشريح بتاع الايد والرسم بتاع الايد، يعني امرن ايدي كده شويه قبل ما اشتغل على رسم الايدين. لكن مش دايما تاتي الرياح كما تشتهي ولا تاتي البتاع كما يشتهي البتاع. فمش دايما بيكون متاح انك تذاكر وتعمل دراسه وانت مزنوق في مشروع، عشان كده حاول تجهز نفسك للوقت دوت.
عن طريق انك تحاول تعمل دراسه ولو حتى خربشات في اوقات فراغك وانت مريح. انت طبعا عرفت بقى نقاط ضعفك من البروجكت اللي فات، فبتبدا ان انت تشتغل عليها لحد البروجكت اللي جاي. حط في بالك ان اي حاجه بتدرسها وانت مريح هيجي لها وقت وتفيدك، خصوصا انك لما بتدرس حاجه وبعدها في فتره بتبدا تشتغل عليها تاني، فبتكون اتخمرت في دماغك الفتره ديت، ومع الوقت بقى ايه بتبقى في طبيعتك وبتعملها يعني بصابع رجلك الصغير. حاول لو انت داخل على بروجكت تبعد عن الفيديوهات التعليميه وتركز اكتر على التمارين، اكتر من ان انت تقعد تتفرج على فيديو او تشوف توتوريال. يعني خلي الفرجه والحاجات ديت وقت الفراغ. الخوف انك لما تبدا تفتح فيديو مثلا ويسحبك لفيديو تاني ويسحبك لفيديو تالت، وتبدا بقى في متاهه فيديوهات تنتهي في الاخر تلاقي نفسك بتتفرج على يوميات حمدي وفوزيه، وتقعد تسال نفسك كده في نص الليل انا كنت فاتح اليوتيوب اصلا ليه؟ واحنا كنا بنتكلم في ايه؟ انا عايزك تخلي دايما الدراسه بتاعتك شغاله، انت في مرحله تعلم دائمه. ولو بتسال نفسك ايه هي بقى الدراسه اللي انا اقصدها، هتلاقي في بلاي ليست هنا فيها اهم دراسات لازمه لاي حد بيفكر ان هو يشتغل في الرسم والتحريك ويعمل انيميشن. الدراسه مهمه جدا. حاول تخلي الدنيا لوس وفضفاضه، وما تحطش توقعات انك مثلا تعمل سكتش هتقفله حلو بقى وتوريه للناس والكلام دوت. سكتشات الدراسه الهدف منها دايما انك تفهم نفسك حاجه، مش انك تعمل حاجه تستعرض بيها قدام الناس. وان كان برضو يعني ممكن تستعرض قدام الناس، بس ده مش الهدف الاساسي ابدا. اتعلم مهاره جديده. خلينا لا نوقف الاول نشرب ميه. اشرب ميه كتير. والله يا جماعه مهم ان الواحد يشرب ميه. اتعلم مهاره جديده. كلاشيه قوي الكلام دوت، يعني اتعلم مهاره جديده. يعني ما هو انا مستنيك انت تقول لي اتعلم مهاره جديده، وانا لو هعرف اتعلم حاجه مش هستناك تقول لي. يعني لا اللي اقصده انك تتعلم حاجه ليها علاقه بشغلك او تتعلم حاجه بعيده عن شغلك. يعني اتعلم كتسليه، مش عشان تخرج منتج نهائي والتعلم بالمشروع والكلام المعقد دوت. لا، اتعلم لمجرد ان انت بس بتسلي نفسك، زي مثلا انك تجرب تشتغل 3D او تجرب تشتغل ستوب موشن، تجرب حاجات جديده عليك اول مره تعملها. يعني تجرب مثلا برنامج زي بلندر مثلا، حاجات ما لهاش علاقه بالمجال، مثلا تروح تشتغل برمجه او تدرس مثلا مهارات التواصل وتدرس الحاجات بتاعه البيزنس والحاجات ديت. حتى لو مش هتبقى بروفيشنال في اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها اللي فاتت ديت، لكن صدقني كل مهاره بتتعلمها بتقتل جواك فكره الخوف من التعلم وقله الثقه بالنفس، وبتعمل لك يعني بريك في حياتك كده. ولو تفتكر دي كانت من الاسباب الرئيسيه للارت بلوك. انا مثلا الحاجات اللي انا بتعلمها مثلا البرمجه، مثلا بتعلم حاليا محتوى اليوتيوب وازاي ان انا مثلا اعلم الناس حاجات بشكل حلو. اتعلمت اضاءه، اتعلمت تصوير، اتعلمت مونتاج حاليا. فالموضوع ممتع وبيضيف دايما لشخصيتك حاجه جديده، وبالتالي اي حاجه تضاف لشخصيتك هتضاف لايه؟ هتضاف لشغلك وانت مش حاسس بالموضوع دوت. فهتلاقي الموضوع كله مفيد برضك وبيصب في مصلحتك في الاخر. دايما استثمار الوقت في حاجه غير الرسم والتحريك بيديك فرصه انك تاخد بريك كده، وفي نفس الوقت برضك تقدر تستثمر الوقت بتاعك في حاجه مفيده. فيعني تبقى خدت بريك وفي نفس الوقت عملت حاجه. ابحث عن المتعه. شغلنا متعب جدا. يعني تخيل نفسك قاعد طول اليوم بترسم في لوحه واحده بس، قمه الاحباط. يعني لو بتعمل انيميشن بقالك 3-4 ايام وفي الاخر ما يظبطش معاك. لكن من الناحيه التانية الموضوع ممتع ليك انت شخصيا، يعني خصوصا لو بتعمل حاجه انت بتحبها. عشان كده مثلا لما حد يوريني شغله وبعدين يسالني مثلا اتعلم ايه بعد كده، اقول له اتعلم اللي انت بتحبه، لان هي دي الحاجه اللي انت هتميز فيها. يعني ممكن مثلا لو حد بيحب التراديشنال انيميشن، اكيد ده الحاجه اللي هو يبقى مستمتع وهو بيقضي يومه كامل بيشتغل فيها. يعني حاول تبعد عن الجديه، يعني انك تبدا واخد الوش الخشب وشاد على نفسك. لا في جملة اتقالت لي وكانت يعني جملة مهمة جدا جدا جدا. How you can entertain if you are not entertained، أو in order to entertain you must be entertained. ببساطة كده أنت إزاي هتعمل حاجة الناس تستمتع بيها إذا كان أنت نفسك ما كنتش مستمتع بيها وأنت بتعملها. فحاول تكسر دايما جو المكتب والشغل والورق والرسم وتروق كده يا معلم. المواضيع ابسط من كده بكتير. عشان تصدقني راجع كده الرسم اللي انت عملته قبل كده وكنت انت مبسوط وانت شغال فيه، هتلاقي ده اكتر حاجه عجبت الناس والناس انبسطت بيها. والعكس صحيح. لو انت بتحب الكرتون او الانمي او الديجيتال بينتنج او شوف اي ستايل بتحبه وابدا اشتغل فيه. حبك للحاجه هيديك حماسه وانت بتعملها، وده هيخلي الدنيا تدور معاك، وبعد كده كله هيتدحرج معاك زي كره القش. زي ما قلنا للجديه برضك لا للمثاليه. ما تبقاش محسوك. المثاليه هي المرادف للحاجه اللي انت يعني مش هتعرف تعملها ابدا، فبلاش تعملها وخلاص. يعني هل انت متخيل ان اي شغل فني انتشر واشتهر صاحبه كان بادئ فيه وهو عارف انه هيبقى بالمستوى دوت؟ انت لو بتكتب قصه او بترسم رسمه وحاطط في دماغك انها هتكون الرسمه المثاليه، حاجه بقى بيرفكت كده خالصه مخلصه، القصه الكامله والرسمه الكامله، الحاجات دي ما اتعملتش اصلا لسه. صدقني هتبقى كده انت بتضحك على نفسك. اكبر نصيحه اقدر اقولها لك يعني حط حاجه على الورقه وبعدين شوف المشكله فين وابدا عالجها، وهكذا واحده واحده لحد ما توصل لحاجه انت تحس من جواك ان انت مبسوط بيها. وطبعا مش هيكون في مشكله وتبدا ان انت تحلها وتعالج فيها طول ما الورقه بتاعتك
فاضيه، ما تفكرش كتير. او يعني موضوع الاوفر ثينكينج اللي هو اكتر حاجه تاذيك فعليا. يعني انا ما بحبش اتكلم عن الاوفر ثينكينج عشان ما يبقاش اوفر ثينكينج، يعني اوفر ثينكينج في الاوفر ثينكينج. اي شغل فني هو عباره عن رحله، انت بتحط رجل وبعدين تبدا بالراحه تحط الرجل الثانيه وهكذا. التفكير الكتير هيوقفك. القصه يعني اللي لسه ما اتكتبتش والرسمه اللي لسه ما اترسمتش هي نتاج تجربتك وحالتك النفسيه وامكانياتك الحاليه وحاجات تانية كتير. انا مش فاهم انا بقول ايه. انا تمام. قلت قبل كده كتير ان اصعب حاجه عندك الورقه الفاضيه، فعشان كده دايما بقول لك املى الورقه الفاضيه، شوف المشكله اللي انت عملتها ايه، او الحاجه اللي انت عملتها حلو ايه، والحاجه اللي انت عملتها عايزه تصلح ايه، وابدا صلح واحده واحده. هو احساس طبعا ان انت بتعافر، ان انت بتصلح مشاكل مش بتحل حاجه، مش تصنع حاجه. معظم الوقت بيكون كده. حاول تعرف المثاليه، الحاجه اللي هي البيرفكت الكامله ديت مش هتعرف. عشان كده خليك كاجوال، ما تفكرش في النتيجه النهائيه كتير. في البدايه يكون عندك تصور مبدئي كده، تصور عام زي ما قلنا، مش تصور للتفاصيل. المقارنه وفقد المتعه، ايه اللي انا بقوله ده؟ طيب التغذيه البصريه بقى، وان انت تتفرج على شغل الناس الرهيبه اللي انت بتشوفها ديت في شغلنا احنا، حاجه مهمه جدا. يعني تعتبر بتلهمك وبتخليك تاخد منها يعني انسبيريشن حلو في شغلك. لكن في عرض رفيعه قوي ما بين الانسبيريشن وان انت تقارن نفسك بالناس ديت، او ان انت تبقى عايز تعمل حاجه زي اللي انت شفتها وعجبتك دي بالظبط. قلود قوي، لان زي ما قلنا كل بني ادم غير التاني. عشان كده من اكتر الحاجات اللي بتقللك فنيا انك تقارن نفسك بحد هو رحلته غير رحلتك، هو حياته غير حياتك. ممكن يكون عايش في قاره تانية، مش في بلد تانية بس، ممكن يكون عايش في قاره تانية خالص، مشوار تاني خالص، وسكه تانية وحياه تانية خالص. خد بالك، ما تخليش اراء الناس تشكل لك حياتك، لان من الاخر كده الناس عايزه تشوف نفسها فيك. يوم عن يوم الموضوع بيصعب جدا. حاجات كتير بتحصل في الدنيا، والسوشيال ميديا بيخلينا جزء من الحاجات ديت، شئنا ما بينا. شغل ناس كتير بيطلع كل يوم، الزخم والتسارع دوت، يعني الحاجات الكتير قوي دي بيخلي حياتك مليانه كده ومليانه وفيها زحمه كتير كده، والناس كلها بقى بتجري يمين وشمال، وانت كمان بتحس ان انت يعني انت قاعد على مكتبك حاسس من جواك ان انت بتجري، قاعد لي على تريد ميل وانت قاعد تحس ان انت عايز تعمل حاجات كتير، وحاسس ان مفيش وقت تقدر تعبر فيه عن الحاجات ديت. يعني هو ده الخلاصه، ان مفيش وقت. ده بقى عنوان المرحله اللي احنا عايشين فيها. الوقت الحاجات اللي في دماغك وانت عايز تعملها في حياتك يعني اكبر من امكانياتك واكبر من تخيلك. يعني نصيحتي اقفل على كل دوت واعمل حاجه واحده بس لنفسك تنبسط بيها. ما تفكرش كتير، ما تاخدش الموضوع بتنشن، ما تقارنش نفسك بحد على انستجرام مثلا او غيره في اي حته. حط في دماغك ان كل واحد وليه سكته زي ما احنا قلنا. شكل الشغل بتاع الناس اللي انت بتشوفه على انستجرام دوت، انت ما تعرفش كم التخطيط والتدريب والشغل اللي الشخص ده عمله عشان يطلع الصوره ديت قد ايه. انت بتشوف المنتج النهائي بس، فما تخليش الموضوع دوت يحبطك. يعني في ناس بتقعد تخطط سنين عشان في الاخر خالص انت تشوف لوحه. يعني انت شايف لوحه اتعملت في نص ساعه، لكن هو اصلا بقاله سنين شغال. صدقني الناس دي عفرت كتير جدا عشان توصل للنتيجه اللي انت بتشوفها. محدش بياكلها بالساهل. وبكده يبقى انا خلصت الحاجات اللي انا جربتها ونفعت معايا في موضوع الارت بلوك دوت. نبدا بقى بالحاجات اللي انا جربتها وما نفعتش. لا مفيش حاجه، لا كفايه كده. انا متاكد ان انتوا اكيد عندكم افكار وتجارب في الموضوع دوت، فيا ريت تقولها لنا بقى تحت في التعليقات. شير ولايك عشان ننزل فيديوهات كتير من النوع دوت. وتعالوا نتكلم بقى على جروب الفيسبوك، الناس بتساعد بعض هناك وبتعمل شغل حلو قوي يعني، وحاجه اخر عظمه هناك. اشوفكم على خير. سلام.